يا ثور، توقف دقيقة واستمع كويس. أنت ملك شهر مايو 2026 بلا منازع. الشمس تدخل برجك من أول الشهر وتمكث فيه فترة طويلة، وده مش مجرد مرور عادي، ده تتويج ملكي ليك. الطاقة دي مش هتتكرر بنفس القوة إلا بعد سنة كاملة. عملياً يا ثور، في مايو ده هتحس إن كل حاجة بتصير في صالحك. الفرص مش هتيجي بس، هتيجي كبيرة. ممكن ترقية مهمة، عرض شغل جديد، شراكة قوية، أو حتى فكرة مشروع بتكون في دماغك من زمان ودلوقتي الظروف كلها بتساعدك تنفذها. ثقتك بنفسك هتكون في أعلى مستوياتها، والناس حواليك هتحس بالقوة والثبات اللي فيك. مالياً، أقوى بيت في الشهر ده بالنسبة لك. توقعات بانفراجة مالية ملحوظة، سواء زيادة في الراتب، مكافأة متأخرة، ربح من استثمار، أو حتى دخل جديد من مصدر غير متوقع. الثور عنده قدرة رهيبة على تحويل الجهد لفلوس، ومايو 2026 هيكون الشهر اللي هتشوف فيه الثمار دي بوضوح. عاطفياً وحب، شهر رومانسي بمعنى الكلمة. لو مرتبط، العلاقة هتدخل مرحلة جديدة من الاستقرار والراحة والتفاهم. ممكن تاخدوا قرار مهم، خطوبة، زواج، سكن جديد. لو مش مرتبط، جاذبيتك هتكون مغناطيسية. في شخص ممكن يدخل حياتك ويكون مختلف عن اللي فات، أكثر نضجاً وجدية، وده اللي بيجذبك أصلاً. صحياً، طاقتك عالية، بس خلي بالك من الرقبة والحلق والكتاف، لأن الثور بيتأثر فيهم. مارس رياضة خفيفة واستمتع بالطعام، بس بالاعتدال. يا ثور، مايو 2026 مش بس شهر حلو، ده شهر تتويج. كل اللي زرعته في الشهور اللي فاتت هيبدأ يطلع. الكون دلوقتي بيقولك خد مكانك في الصدارة، أنت مستاهل. نصيحة النجمة الخاصة بيك: استغل طاقة الملك دي، بس ما تكونش عنيد. المرونة شوية هتفتح لك أبواب أكثر مما تتخيل. خد قراراتك بهدوء وثقة، وما تستعجلش. أنت عندك القدرة إنك تبني حاجة تدوم. يا ملك الشهر، مايو 2026 هيكون من أحسن شهور السنة بالنسبة لك، وهتفتكره كتير بعد كده. استعد، لأن نجمك هيبقى الألمع في السماء طول الشهر ده. النجمة بتحكي.